ازاي ابدأ مشروع من البيت؟ ازاي اقدر ان انا اجهز حاجات اللانش بوكس للمدارس؟ نفسي اعمل كل الوصفات اللي انتي بتعمليها دي، بس موظفة وما عنديش وقت اعمل كل ده. النهاردة هجاوبك على كل الاسئلة دي. عندنا صدر ونص من الفراخ مغسول كويس ومتصفي، وهجيب الكبة بتاعتي كده واحط معلقة من البابريكا المدخنة، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من بهارات الكفتة. هفرمهم كويس جدا واحط عليهم معلقة زيت، واجيب كيس تلاجة كده وبالاسباتولا ابدأ ابرمها تاخد شكل كده السوسيس. حقيقي بجد الحاجة اللي بره مش مضمونة ومش عارفين مكوناتها ايه. هتعملي كل الكمية دي بصدر ونص من الفراخ، مية سخنة ومصفى، وابدأ ان انا ادهنها كده زيت واحط بقى السوسيس بتاعي يتشمع. تقدري تفرزيه في الفريزر، تقدري تطلعي منه اوردرات وتغلفيه بالشكل ده. تاني وصفة معانا هي الناجتس، كل اطفالنا الحلوين بيحبوها، بس هتعمليها بنظافة وطعم يجنن. كل الكمية دي كلها من صدر ونص بس من الفراخ. هتجيبي 4 حبايات من التوست وتقدري تستبدليه بالعيش الفينو. هناخد بس كده القلب وهشيل الحواف على جنب. هفرمهم كده في الكبة فرم ناعم واحطهم في بولة، واجيب الصدر ونص من الفراخ اكون غسلاه كويس ومصفياه وكمان حطاه في التلاجة يكون ساقع. هفرمه كده واحط عليه كيس فيجيتار والتوست اللي احنا فرمناه ومعلقة من بهارات الفراخ. بس كده انضف ناجتس هتعمليه من ايدك. هتبلي ايدك كده زيت وهتبدأي كده تشكلي التشكيل اللي انت عايزاه. كيس تلاجة بقى ورصي بقى التشكيل الناجتس كده، وتقدري تجيبي كيسين تلاجة وتفردي بينهم كده وتشكلي بأي قطعة. هتعمل معاكي ما شاء الله كمية أكتر من 50 قطعة من الناجتس بصدر ونص بس من الفراخ. وفرتي وقت ووفرتي مجهود وكمان نظافة وطعم مفيش بعد كده. وبعد كده بقى حطيهم في التلاجة يتشمعوا بين طبقة وطبقة. هتحطي كيس تلاجة. حواف التوست بقى حمصتها وحطيتها في الكبة وبدأت فرمتها ونزلت عليها كده بكيس من الفيجيتار وكوباية من البقسماط، كوباية بقى من الكريسبي أو الكورن فليكس. عندنا بقى بولة تانية فيها بيضتين، نص كوباية من اللبن أو الحليب، نص كوباية من المية، ملح وفلفل أسمر. هطلع بقى الناجتس كده واحط من البيض للبقسماط، بيعمل أحلى كفر. بصي الكمية ما شاء الله تبارك الرحمن. حطيهم بقى كده في علب التغليف، تقدري تفرزيه في الفريزر وتطلعي يكون جاهز على القلي، وتقدري تطلعي برضو منه اوردرات بالوزن. مش عايزه اقولك نظافه وطعم وريحه ما شاء الله، بيبقى تحفه جدا وحلو قوي للاطفال في اللانش بوكس. الوصفه الثالثه معانا عباره عن صدر ونص من الفراخ مغسول كويس ومتصفي ومقطعينه. هجيب 4 وحدات من التوست وهاخد القلب برضو، هسيب الحواف بتاعتها على جنب. هفرمهم في الكبه فرم ناعم وانزل عليهم بالفراخ واحط عليهم كيس بهارات برجر من كنور ومعلقة صغيرة من الزيت. هنفرم بقى كل الكلام ده كله، وهجيب مكبس برجر واجيب كيس تلاجة. وزن الواحدة بتبقى حوالي 100 جرام، بتبقى بالسم كده. وهكبسها كويس جدا واخلص كل الكمية. عملت لي الكمية دي حوالي 8 قطع. وبجيب بولة بقى فيهم بيضتين، ملح وفلفل أسمر، نص كوباية من الحليب أو اللبن. الكفر التاني عبارة عن كوباية من البقسماط، كوباية من الكورن فليكس أو الكريسبي. بنزل بقى الطبقة الأولانية وبعد كده أحط في الطبقة التانية. عندي بقى طبق تلاجة وبحط كيس تلاجة الأول، واحط بقى الهمبرجر ده همبرجر كريسبي، بيبقى واخد كفر بالشكل ده. وتقدري تسيبيه برضو سادة وبتشويه على الجريل عادي. زيت سخن بقى على نار متوسطة، وابدأ كده احمره كده لحد ما ياخد اللون الجولد ده، وفي عيش كايزر كده، وتقدري تقدميه بكل سهولة. عملنا مع بعض وصفات كتير، وتقدري برضو انك تطلعي منهم اوردرات بالشكل ده، وبتحسبي تكلفة الحاجة اللي انت عملتيها. يا رب اكون فدتكم النهاردة. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.